البنزين غلي ولسه هيغلى. مش عايزك تزعل عشان انا هقول لك على اقوى طرق توفر بيها بنزين. عشان توفر بنزين في جزئين، جزء خاص بيك والتاني انت اللي هتعمله برضو بس في العربيه. وهنبدا بصيانات العربيه. فلتر الهواء بيتغير كل 20000 كيلو، بيتنضف مع كل صيانه 10000. البوجيهات ليها عمر افتراضي وبتتغير على حسب الكيلومتر في الصيانه. مهم جدا مصادر التنفس في العربيه، بوابه، حساسات شكمان، علبه البيئه، عشان طول ما الهواء اللي داخل المحرك مظبوط منظومه الحرق بالكامل هتبقى مظبوطه. الفايده هنا ان انت لازم تراعي الصيانه الدوريه بشكل دقيق من فلاتر بنزين وتيل وكل الصيانه الدوريه. وانت بتشتري الكاوتش لازم تنقي النقشه اللي تكون موفره في البنزين. وعفشه العربيه لازم تبقى على حالتها، عشان خاطر كل ده بيعمل حمل على العربيه وبيستهلك بنزين اكتر بكتير من اللي انت هتتخيله. رينج الاستهلاك ده بيبقى على حسب استخدامك وسواقتك انت. تخف وزن العربيه، ما تحطش حاجات في الشنطه ملهاش اي لازمه. لو عربيتك مانيوال ما تقرصش على الغيار، ولو عربيتك اوتوماتيك ما تشغلش السبورت. مش لازم تسيب العربيه تسخن ربع ساعه الصبح، ممكن تسيبها دقيقه او دقيقتين كفايه قوي. مش هتخسر حاجه لو كل 3 ايام عملت تشيك على ضغط العجل. لو شميت ريحه بنزين او عادم جوه العربيه اجري بسرعه افحص العربيه. بس كده